السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشرح لكم طريقة سقاية الجوز بالرشاشات أو بالبخاخات مثل ما تقولوا. نحنا كل خط جوز عاملين له خط بربيش مثل ما لكم شايفين. كل جوزة إلى تنتين، واحدة هون واحدة هون، بعد 3 امتار. بعد 3 امتار يعني بتضرب 3 على اليمين 3 على الشمال 6 امتار، و3 على اليمين 3 على الشمال 6 امتار، يعني كل تنتين بيوزعوا على 12 متر. هيمشي معكم نحن وياكم مثل ما لكم شايفين. هاي بتعطي البخاخة، هاي بتعطي كل ساعة تقريبا، كل ساعة بتعطي اللهم صل على سيدنا محمد 40 تقريبا كل ساعة بتعطي 200 لتر برميل تقريبا، يعني 200 وشوي، 40 41 ساعة، يعني تقريبا كل ساعة 200 لتر بتعطي، كل ساعة برميل مي بتعطي. والجوز الحمد لله ما عطشان، ممتاز جدا. هاي امشي معكم انا وياكم مع الخط. هنمشي احنا وياكم خط. طبعا على هذا الطرف، على هذا الطرف هنشغل الطرمبة اللي عنا كبيرة شوي، مشغل طرفين او 3. شايفين؟ هلا اعطيكم فكرة صغيرة انه الجوز خشب. شوف هاي الجوز عطش، لا مو عطشان، هذا فطر، هذا فطر. الجوز خشب، من خشب يعني صار صار الخشب فيه. شايفين القشرة الجوانية صارت مخشبة قاسية كتير، الدودة ما عادت تفوت. وهذا الفطر قديم اللي شفناه احنا هلا احنا وياكم، فطر قديم. طبعا هيك للاخر مثل ما لكم شايفين لاخر المزرعة، نفس الشي هون خط، نفس الشي هني خط، نفس الشي هني خط، لكل شجرة خط ورشاشتين. مثل ما قلت لكم الرشاشة بتعطي 200 متر، 200 لتر عفوا بتعطي. وبتعطي رشاشتين بيعطوا 3 ب3 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 12 متر على اليمين وعلى الشمال. هيك نحن بنسقي الجوز. بتمنى نال اعجابكم. اللي عنده فكرة، اللي عنده شي، هاي البربيش مبخوش كمان هون بدهم سوا. شكرا لمتابعتكم، والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.